في بنت دخلت في علاقة حب مع شاب على الإنترنت لمدة سنة كاملة، وطول السنة دي ما بعتتش صورة ليها ولا هو حتى أصر إنه يشوفها أو يشوف صورتها. وبعد سنة كاملة حددوا ميعاد علشان يشوفوا بعض فيه، بس البنت اشترطت عليه وقالت له عايز أقول لك على حاجة وأطلب منك طلب صغير. قالت له أنا همسك وردة وهقعد في المكان الفلاني وتعالى شوفني، إذا عجبتك تعالى وقابلني واتكلم معايا، وإذا ما عجبتكش من فضلك ما تجيش وتمثل عليا وتحرجني. الله، خلاص اتفقنا. جه الميعاد والبنت راحت على المكان، والشاب برضه وصل في المكان المحدد والميعاد المحدد، وشاف بنت ماسكة وردة. بس للأسف البنت دي ما كانتش جميلة زي ما كان متوقع، وملهاش علاقة بالجمال الخارجي. الصدمة رجع لورا واستخبى في مكان ما تعرفش تشوفه فيه، وبدأ يبكي لأنه فعلا بيحبها ومتعلق بيها جدا، وقد إيه هي طيبة ونقية وقلبها صافي، وفوق كده كمان إنسانة محترمة وحنينة معاه. فقال في باله معلش، الجمال مش كل حاجة. وفعلا راح عند البنت وسلم عليها وبدأ يحكي معاها ويقول لها أنا الشاب اللي اتكلمت معاكي. بس هي ردت عليه وقالت له بس أنا مش البنت اللي أنت كنت بتتكلم معاها، دي صاحبتي وهي اللي قاعدة هناك دي، وهي اللي طلبت مني إني أقعد هنا وأمسك الوردة دي علشان تشوف رد فعلك. في النهاية الجمال مش كل شيء بالمقارنة بالقلب والجوهر، وفي ناس كتير بتحب بجد من جواها ومن جوه قلبها ومش فارق معاها أي حاجة تانية.